خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم. في الحلقة نتاع اليوم غادي نتوقفوا عند مجموعة من النقاط، والبداية مع البقر اللي جابته الحكومة من البرازيل. وكيف ما لاحظتوا في الصور فهادو هما البقر اللي جابهم عزيز واللي هو مستورد من البرازيل، والهدف هو سد الخصاص. فسبحان الله كل اللحم لدرجه ان ضلوعه تيبانو، كما ان هذه هي الجوده والا فلا. اودي ودي على المغرب الاخضر واللي طليناه معكم خضر. فالبقر اللي جابوه على اساس انه باش يتكال، الصدق هو اللي غادي ياكلنا. فالنقطه اللي حيرتني ما عرفتش شكون هما البقر، فواش هادو اللي تيبانوا في الصوره ام هادوك اللي جابوا هادو اللي في الصوره. فالمنظمات الانسانيه العالميه كون شافوا هذا البقر كون عطاوه اللجوء الحيواني. والسؤال دابا واش بهذا البقر باغيين تحلوا الازمه ديال اللحوم في المغرب؟ ودابا غادي ننتقلوا للنقطه الثانيه واللي كيتعلق ببعض الاحتجاجات واللي خرجوا بسبب الجوع وغلاء الاسعار. فولينا اضحوكه نتاع الامم وكاع الدول نتاع العالم غادي يجيو باش يعتقوا المغاربه من الجوع. ونخليكم مع هذا الفيديو. وكيف ما لاحظتوا فهادو الشينوا وتيفرقوا المساعدات على المعوزين المغاربه. فلهاد الدرجه المغاربه وصلوا لهذا الدل. فكنا تنضحكوا على الصومال والاثيوبيين والافارقه، ودابا المغاربه ولاو اضحوكه. فتصوروا على ان الصين واللي جايه في مؤخرات الكره الارضيه ساقت لنا الخبار وساقت بلي ان المغاربه غيخرجوا على الجوع وجاو تيوكلوا المغاربه. فالصين اللي فيها 1.5 مليار نتاع الساكنه فشبعات الساكنه نتاعها، ودابا كتجي كتوكل في الشعب المغربي. ودابا شي نهار غادي نسمعوا بلي النيجر جاو تيفرقوا القفه نتاع رمضان على المغاربه. فالمغرب دوله تسعى بشعبها، فكما تلقبنا بفخر العرب في كره القدم في كاس العالم، فدابا ولينا فخر العرب في السعايه. دابا ولينا شعب عايشين بالسعايه، وباش تعجبوك البعض تيعيروا في الجزائريين بمعنى الزلط والتفرعين. نقطه اخرى اللي انتبهت ليها في هذا الفيديو، شوفوا النظام، شتو واخا هاد الشوهه، شوفوا النظام كيفاش داير، وشوفوا كيف الصينيين تيعطيو ديك الصدقه واللي فيها الكرامه والاحترام. وهذا الشيء عكس القياد والمقدمين اللي تيفرقوا ديك القفه نتاع جوج دراري على المغاربه وكانهم كلاب، زائد بحال هما اللي تيخلصوها من جيبهم. وكاين البعض اللي تيشد فيها 50 درهم. ولهاد الدرجه ما كنقدوش حتى نديروا واحد النظام في توزيع المساعدات والاداره المغربيه. فالصينيين جاو عندك حتى لدارك وتيعطيوك دروس في النظام باش كيفرقوا المساعدات. ودابا غادي نتكلموا على واحد الواقعه واللي دارت واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا الامر كيتعلق بواحد حكم قضائي من طرف محكمه الاستئناف بالرباط في حق 3 ديال الاشخاص واللي قاموا باغتصاب طفله عندها 11 سنه مما نتج عنه حمل. وتصوروا العقوبه شحال كانت؟ 2 سنين فقط. وغادي نعطيكم تفاصيل على هذا الموضوع واللي فيه بان المحكمه الجنائيه الابتدائيه بمحكمه الاستئناف بالرباط حكمات ب2 سجنا نافذا في حق 3 ديال الاشخاص واللي تيبلغوا 25 سنه و32 سنه و37 سنه واللي تناوبوا على اغتصاب طفله بدوار الغزاونه ضواحي تيفلت. وهاد الطفله في عمرها 11 سنه وغينتج على هذا الاغتصاب حمل، بمعنى هاد الطفله نتاع 11 سنه حملات. فحلل وناقش مع راسك. في بعض الحالات تنشوفوا باللي ان الاغتصاب، وهنا كنتكلموا على حاله عاديه بمعنى جوج راشدين وكياخذوا 6 سنوات، واقل الحكم شفتوا 5 تاع السنوات. وهنا عندنا قاصره ومن طرف عصابه وانتج عليه حمل والحكم 2. حسبي الله ونعم الوكيل. دابا هذا ماشي منكر، وملي بقات في 2 عام فكون عطاوهم البراءه. وكنعتقد بلي ان هذا الطفله هي اصغر عازبه في المغرب، وكأن هناك تشجيع على ارتكاب مثل هذه الافعال. فكاين هذا الواقعه نتاع الاغتصاب والواقعه ديال جنازه البرلماني عبد الواحد الراضي. فتصوروا بلي ان هذا البرلماني منذ الاستقلال وهو جالس في قبه البرلمان وحياته كلها عمره بالفضائح وبالاستيلاء على الاراضي، ونهار توفى فالدوله كامله نزلت كتصلي عليه. فهذا المشهد ديال جنازه اطول برلماني عمرا في تاريخ الوطن. فهذا الرجل دخل البرلمان مباشره بعد الاستقلال وبالضبط في الخمسينات، وما غادرش البرلمان الا هو في القبر. وهذا الشخص كان معروف من دوك الناس اللي كانوا كيعتبروا المقاعد نتاع البرلمان هو واحد الريع سياسي واللي تيربحوا منه الملايير، وشخصيه معروفه في الانغماس في الفساد، وبمعنى انه مسؤول على هذا الشيء اللي كان تيوقع في البلاد. ومع ذلك كان كيتسلق الدرجات وكيترقى. ودابا هذا الشخص نورمال خصو يكون من المغضوب عليهم من طرف الدوله، ولكن في العكس هو اللي تبين. فالكلازه نتاعو غادي يتم اغلاق جميع الطرق
التبرقات وتنظيم واحد الموكب جنائزي واللي تيليق بالملوك، بمعنى ان هذا الشخص مات مرضيا عليه من طرف الدوله. وهنا غادي يطيح لي في راسي واحد السؤال محير، فواش حنا في دوله كتحارب الفساد؟ اما النظام الحاكم في المغرب كيعتمد على امثال هؤلاء كاخنوش وعبد الواحد الراضي وغيرهم كثير. فعمرنا شفنا المغرب تيحاسب شي مفسد ولا كيعتقل شي مختلس، بل كنشوفوا العكس. فهؤلاء المفسدين كيترقاو في الدوله. وعندك اخنوش على سبيل المثال اللي حاليا ولا رئيس حكومه وازيد من 11 عام وهو وزير للفلاحه، وهو السبب الرئيسي في هذا الغلاء وفي هذا الجوع اللي تيعانيو منه المغاربه، وغيولي رئيسا حكومه. وقس على ذلك مول كراطه اللي ولا كيتزعم المعارضين وتيطمح حتى هو يولي رئيس حكومه في الانتخابات الجايه. فمثلا الخطابات الملكيه واللي كانت تدعو بتشبيب المسؤولين السياسيين، وانت عندك عبد الواحد الراضي وفي عمره اكثر من 80 سنه وهو جالس في البرلمان. وفي نفس الوقت كتلاحظوا اعتقال المدونين واصحاب الاقلام الحره. اذا الدوله المغربيه اش كتقول لكم؟ عليكم بالفساد الا بغيتوا توصلوا في هذه البلاد، وباش يرضوا عليكم من الجهات العليا، والا غادي تكونوا من دوك المغضوب عليهم كالنشطاء نتاع الريف واللي طالبوا بمستشفى ومدرسه ومشاو ب20 عام. والختام غادي يكون مع هذا الوزير. باش تكون واحد الطبيب شحال خصو من سنه؟ نتوما كتعرفوا راه خصو 7 سنين. وشنو غنجيبوا اطباء الكرتون؟ راه التكوين ديالو عنده 7 سنين، ما عندي ما ندير. لا ماشي نتسناو واش دابا هاد الاطباء ملي غنجيبوها لولدو انا باش ندير لك شويه الشعبويه. لو الحكومات السابقه دارت شي هذا القصه ديال ما نوصلوش لهادشي اللي اليوم حنايا. باش بغيتي ندير شويه الشعبويه نتسناو واش نتسناو 7 سنين؟ حنا بعدا حنا كنتحملوا المسؤوليه اليوم. الحكومات السابقه دارت شي هذا القصه ديال ما نوصلوش لهادشي اللي اليوم حنايا. باش بغيتي ندير شويه الشعبويه واش نتسناو 7 سنين؟ حنا بعدا حنا كنتحملوا المسؤوليه اليوم. انت كتحمل المسؤوليه، فلو ان عندك ذره نتاع المسؤوليه لا كنتي جمعتي الباكطاج ديالكم مشيتي وعندك تضارب المصالح ومستفد من 50 مليار من ميزانيه نتاع الدوله للمشروع ديالك، وعندك وزير الصناعه تيدير لك الدعايه، واش مسؤوليه كتهضر عليها؟ زائد انت وزير الثقافه، فانت اش دخلك في شي حاجه سميتها الطب وتكوين الاطر الطبيه؟ فشنو هي العلاقه ديالك معاهم؟ فكان عليك تتكلم على ذاك الموظف المسرحي اللي حلق راسه بعد ما تعرض للحقره والظلم وانت ما بغيتيش تستقبله يا السي الوزير، وكتهضر كممثل ديال حزب الاصاله والمعاصره. وداك الامين العام ديالك واللي هو استاذ في الشعبويه وجاي كتعطي دروس في الشعبويه، عطيها غير للسيد الرئيس تاعك واللي مورط حتى النخاع في عده قضايا فساد، واخرهم فضيحه ديال المحاماه وفضيحه داك التسجيل الصوتي من تحتها في ملف معروض على القضاء في الناظور. كذلك يا السي الوزير، فاحنا بغينا نعرفوا كيفاش درتي ليها من عاطل عن العمل، وفي 5 سنوات غتكون عندك ثروه اكثر من 90 مليار وانت عمرك ولا اشتغلتي في شي شركه او انك ورثتي شي ثروه من عند الاباء ديالك، فالابوين متقاعدين في التعليم. اذا كيفاش درتي ليها؟ هذا هو السؤال اللي تيطرحه كل مغربي ومغربيه يا السي الوزير. والسؤال الاخر، شكون اللي دايرك كبيدق وحطك انت في الواجهه؟ لانه لا يعقل شاب عاطل عن العمل وعمره ولا مارس شي مسؤوليه في الحكومه ولا شركه وفي ليله وضحاها غادي يولي عنده 50% من واحد المصنع تاع السيارات نيو وعنده 50% ديال الاسهم في هذه الشركه، وغيستافد من 50 مليار في اطار الدعم ديال القطاع العام اللي كتعطيه القطاع الخاص. وغير هذه النقطه كافيه انها تصيفطك خارج الحكومه. لو اننا بالفعل في حكومه ولو اننا بالفعل في دوله، فعلى ما كيبان هذه ما دوله ما والو، هذه عصابه حكوميه. نقطه الى